يعني هم عادمين ابنه، هم ما تسوي فاتحه، هم يعني مظلوميه. اني محمد احمد مراد الملك شاهي، من سكنه مندلي كبرات. ابن عمي علي كريم مراد اللي عدموه الطاغيه بحرب العراقيه الايرانيه. ابن عمي مصاب اصابه بيده واخلوه بانه راح للمستشفى العسكري. هو كان جندي مواليد 68. جماعه 68 يعني من لبسوا ما بقوا مراكز تدريب فتره طويله، يعني ما عنده خبره ما عنده اي شيء. مباشر اخذوهم للوحدات وبالهجومات زجوهم، يعني زجوهم بالمحرقه. بالهجوم مال قردمنت ابن عمي مصاب اصابه بيده واخلوه بانه راح للمستشفى العسكري وطوه اجازه على مود الاصابه مالته، وملفوف بلفاف خاص. هذا اللفاف يوزع بس بالمستشفيات العسكريه، اكو علامات مال كسور عليه. هذا بالمدنيه ما موجوده اصلا. اجى مصاب وشظيه موجوده بايده واجازته بجيبه. كمل 7 ايام الى 10 ايام قال اريد التحق. يعني حقيقه حتى قلنا له اكو هجومات، هذا ابقى حتى لو تقدر تغيب على ما تطيب ارجع. قال لا. ثاني يوم جابونا اياه بتابوت عادمي رميا بالرصاص ومكتوب على التابوت خائن. سوينا فاتحه، اجوا علينا المنظمه بانه انتم ما تقيمون اي فاتحه له، تقعدون لازم ما يبين عليكم ملامح اقامه الفاتحه وكذا. حتى الباب الخارجيه مفتوحه سدوها علينا. يابا هو اجازته بجيبه، شنو ليش عادني؟ بعد المراجعه عنا يابا ثبت انه اعدم بالخطا. الكرد الفيلي اكثر ناس انظلمت من جراء سياسات النظام السابق. شاب عمره يمكن 20 سنه اندفن جوا القاع يابا شنو من السياسات الخاطئه للنظام السابق، اعدم بالخطا. راح يمك اليوم يجيبوك اياه بجنازه، شو يصير؟ بس ذاك الوقت ايش تحكي؟